السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا من جديد في قناة حلويات أعز الناس، قناة اللي كتهتم بكل ما يخص الحلويات. جيت اليوم من جديد باش نقدم لكم واحد الحليوة، حلوة سهلة واقتصادية وبأفكار جديدة. نتمنى ترقكم وتعجبكم. كما كتشوفوا معايا حبيباتي، فهذا هو الشكل ديال الصابلي اللي غادي نشاركو معكم اليوم ان شاء الله. كما كتشوفوا شكل ساهل والشكل ديالو كيبان انه اقتصادي. الا تبعتي معايا المراحل والمقادير فغادي يخرج لك صابلي ولا اروع. بسم الله على بركة الله. نبداو بتحضير الوصفة ديالنا اليوم. مباشرة كنبداو 250 غرام ديال الزبدة بحرارة المطبخ، كنضيف عليها كأس سكر كلاصي كيكون مملوء، نصف كأس مايزينا، كنضيف عليهم واحد الساشيه ديال الفاني. كنبدا تخليط او تطريب العناصر اللي ضفتهم مع بعضياتهم بالضرب كهربائي. وانت عزيزاتي لك الاختيار، ممكن تخدميها غير باليد او تخدميها بالضرب الكهربائي. انا فضلت نخدمها بالضرب الكهربائي فهي كتعطينا نتيجه رائعه جدا. من بعد ما اندمجت لي الزبده مع العناصر اللي وضعتها معها، كيكون هذا هو الشكل ديالها كما كتشوفوا معايا. رجع ملس، كنضيف عليها واحد معلقه ما يناهز معلقه كبيره ديال الكراميل، وكنستمر في التخليط ديالهم مزيان حتى يندمجونا مع بعضياتهم. مع المرحله هذه عزيزاتي ضروري نخلطوا فيها المقادير مزيان مع بعضياتهم حتى يندمجونا باش كتسهل علينا الخدمه من بعد. وفي نفس الوقت الحلوه ديالنا كتجي معلكه وكتجي طريه مزيان ومرمله. من بعد ما ندمجنا جميع العناصر مع بعضياتهم مزيان كما شفتوا معايا، كنزيد نوضع عليها 2 الكؤوس ديال الزنجلان اللي كنت حمرته من قبل وطحنته طحنه مزيان كما كتشوفوا معايا عزيزاتي. فيمكن لكم تعوضوا الزنجلان بالكاوكاو او باللوز، كيبقى لكم الاختيار عزيزاتي. انا فضلت نشاركها معكم بالزنجلان حيت خدمتها بالزنجلان من قبل وجا واحد المذاق لذيذ بزاف. ما نقدرش نوصف لكم المذاق ديالها الصابلي بالزنجلان. كنستمر تخليط ودمج المقادير اللي وضعتها معكم عزيزاتي حتى كنحصل على واحد القوام اللي كيكون ملس مزيان، وفي نفس الوقت العناصر كتندمج وكتعطينا قوام جميل كما كتشوفوا معايا حبيباتي. من بعد عزيزاتي كما كتشوفوا معايا غادي نوضع الدقيق للخليط اللي وجدته معكم بهذه الطريقه هذه. بالنسبه للدقيق عزيزاتي فهي خدات لي 500 غرام ديال الدقيق، النوعيه الممتازه ديال الحلويات، وكيكون طبعا عندنا مغربل من قبل. كنبدا نوضع الدقيق تدريجيا على الخليط ديالي غير بشويه كما كتشوفوا معايا، غير بسباتولا كنبداو نخلطوه بطريقه سهله وبسيطه. ومن بعد كما العاده ضروري من الوضع ديال الايادي في العجين، فهي كتخلينا نحسوا بالملمس بالطراوه ديال الخليط ديالنا كما كتشوفوا معايا عزيزاتي بهذه الطريقه هذه. من بعد ما كملت العجينه ديالي بالخلط وجمعتها مزيان وحصلت على هذا القوام هذا كما كتشوفوا معايا، غادي نوضعها في البلاستيك الغذائي وغندخلها للثلاجه تقريبا ربع ساعه كافيه باش تخليني نخدم هذه الحلوه وغتجي سهله حتى في الخدمه ديالها. هانتم البنات من بعد ما خرجت عجينه الصابلي ديالي من الثلاجه كما كتشوفوا معايا، بالنسبه للرائحه ما نقولكش عليها، رائحه رائعه جدا. وكما كتشوفوا معايا عزيزاتي
بديت تجهيز حبات ديال الصابلي معكم كما كتشوفوا. هاد المره شاركتني الاميره ديالي الطفله ديالي شاركتني في التجهيز والتحضير ديال حبات الصابلي كما كتشوفوا معايا، وكانت فرحانه بزاف. ونصيحه وعلاش لا ما شاركوا وليداتكم في تجهيز الحلويات ديال العيد، غادي يفرحوا بها بزاف ويعطيو قيمه ديال الحلوى اللي كتصاوبوا معاهم. هانتوما البنات كما كتشوفوا معايا، بالنسبه للحجم ديال الصابلي اللي كنوجد او حبات ديال الصابلي فكيكون هذا هو القياس ديالها. دائما كنحاول نحافظ على نفس القياس ونفس الحجم باش يجوني متقايسات، وبنفس الوقت ملي نبغي نلصقهم يجيو متساويين. كنستمر بهذه الطريقه هذه حتى كنكمل عجينه ديال الصابلي كامله. هذا هو الشكل ديالها. من بعد ما كملتها غادي ندخلها للفران، ومن بعد ما غطيب غنرجع نشارك معكم مرحله ديال التزيين ديالها. هانتوما البنات كما كتشوفوا معايا، من بعد ما خرجت الصابلي ديالي من الفران كيكون هذا هو الشكل ديالو. كيكون اللون ديالو محمر مزيان، لون ذهبي، وفي نفس الوقت حبات ديال الصابلي كيكونوا متقايسين كما كتشوفوا معايا عزيزاتي. بالنسبه للتعليقات اللي غادي نلصق بهم حبات ديال الصابلي كما كتشوفوا معايا عزيزاتي، فانا غنلصقهم بنسلي كراميل اللي كان سبق ليا شاركته معكم في واحد الفيديو كما كتشوفوا معايا عزيزاتي. انا غنزل لكم الرابط ديال الفيديو باش تشوفوا الطريقه ديال التحضير ديال كريم كراميل بطريقه سهله ومبسطه. كما كتشوفوا معايا حبيباتي، كنبدا بوضع الكراميل على حبه ديال الصابلي بهذه الطريقه هذه، ومن بعد كنوضع عليها الحبه الصابلي الثانيه. كما كتشوفوا معايا الطريقه سهله وعلى اي اخت غادي يمكن لها توجدها في الدار ديالها مع وليداتها. كنستمر بهذه الطريقه هذه ديال وضع الكراميل على حبات الصابلي، ودائما كنحاول نقدد الصابلي مع بعضياتهم. الشكل هذا كيخلينا نحصلوا على حبات ديال الحلوى اللي كتكون جميله بزاف في الشكل ديالها. بالنسبه للتزيين فانا فضلت نزينهم بكوكو كما كتشوفوا معايا، وانتم عزيزاتي لكم حريه الاختيار. كما يمكن لكم تزينوهم باللوز مهرمش او بالكاوكاو مهرمش عزيزاتي، فكيبقى لكم حريه الاختيار. انا فقط كنعطيكم افكار، وانتم تبارك الله عليكم دائما متجددات ومتالقات. كنستمر في التزيين ديال الحبات ديال الحلوى ديالي كما كتشوفوا معايا بهذه الطريقه هذه. شوف الشكل ديالها كيف كيجي شكل جميل بزاف وراقي. اما بالنسبه للمذاق ولا بالنسبه للهشاشه ديالها فهي رائعه جدا، لا بالنسبه للرائحه ديالها ولا بالنسبه للقوام ديالها اللي كيكون هشيش بزاف، وانا متاكده غادي يعجبكم. من بعد ما ساليت معكم كما كتشوفوا عزيزاتي، من بعد ما انتهيت من التزيين ديال الحلوى ديالي كيكون هذا هو الشكل ديالها، شكل جميل جدا وشكل راقي. ما نقول لكمش يا البنات. اما بالنسبه للقوام فالحلوى كتكون هشيشه بزاف وطريه. المذاق كيكون رائع جدا بالزنجلان اللي عندنا محمر ومطحون، وفي نفس الوقت حتى بالكراميل اللي عندنا ملصقه بها الصابلي. كنقدمها لكم هاد الحلوى الصحه والراحه، وكنطلب من البنات من بعد ما يجربوها يردوا عليا في التعاليق كيف جاتهم الحلوى ديال الصابلي بالزنجلان كما كتشوفوا معايا. وطلبا وليس امرا بالنسبه للاخوات اللي اول مره كيزوروا قناه حلويات اعز الناس يعملوا لنا اشتراك وجيم وبارطاج، وما ينساوناش بالتعليق ديالهم.
وعيدكم مبروك.